ازيكم دكاتره اولى ثانوي. النهارده ان شاء الله في اللاب هنعمل التيست بتاع البلاد جروب، وازاي ممكن نعرف البلاد جروب بتاع حضرتك. طبعا العلبه اللي قدامك دي عباره عن 3 انتي بودي اللي موجودين، اللي بنقدر من خلالهم نقدر نعرف في البلاد جروب بتاع حضرتك، اللي هي الانتي اي والانتي بي والانتي دي. الانبوبه اللي قدام الاولى دي اللي هي الانتي اي اللي بنستخدمها في البلاد جروب. الانبوبه الثانيه دي اللي هي الانتي بي، والانبوبه الثالثه دي اللي هي الانتي دي اللي هي بتاعه الريسس. محتاجين طبعا عشان نعمل البلاد جروب بتاع حضرتك محتاجين سلايد زي دي كده، ومحتاجين كمان حاجه نقلب بيها، ومحتاجين البلاد سامبل بتاع حضرتك اللي هي عينه الدم اللي انت تعملها. طبعا احنا هنجيب السلايد اللي قدام حضرتك دي، هنحط نقطه على المكان الاول، ونقطه من نفس البلاد على المكان الثاني، ونقطه من نفس البلاد على المكان الثالث. بس طبعا الفكره كلها نفس البلاد يا ابني، احنا مش بناخد كذا بلاد، فنفس البلاد بالمنظر ده كده. وبعدين هحط على اول نقطه انتي اي، هناخد نقطه كده من انتي اي نحطها. النقطه الثانيه هناخد انتي بي، وركز في التكنيك عشان لو حبيت ان شاء الله لو حبيت تعمل حاجه زي دي. الانتي بادي بيتباع في الصيدليات، بس صيدليات معينه اللي ممكن تلاقيها في العزبي. هنحط نقطه من الانتي بي، ونحط نقطه من الانتي دي بتاع الريسس فاكتور. احنا اتفقنا طبعا ان لو البلاد جروب A وحطينا عليها انتي اي هيحصل لها البلاد يحصل له اجلوتينيشن، يبقى انت كده بتتكلم ان البلاد جروب دي A. طيب لو البلاد جروب B حطينا عليها انتي بي يحصل له اجلوتينيشن، ولو البلاد جروب دي عندها ريسس فاكتور لما اجي احط عليها انتي دي هيحصل لها اجلوتينيشن، يبقى انت بتتكلم ان البلاد جروب دي عندها الريسس فاكتور. فلما نيجي نبص كده احنا هنعمل ميكسنج للثلاثه زي ما عملنا بالمنظر ده كده. عندك الاي والبي والدي عملنا لكل واحد منهم ايه ميكسنج بلاد. انا طبعا مش عارف العينه ايه. قال لك اول نقطه قدام حضرتك كده، لو انت مركز كده في اللي بيحصل، انا بعمل ميكسنج اهو. في اللي بيحصل ايه ان اول نقطه حصل كواجوليشن البلاد، يبقى انت بتتكلم دلوقتي ان البلاد جروب دي فيها ايه. طب عند البي لما حطيت الانتي بي مع النقطه اللي ما اعرفهاش حصل اجلوتينيشن، يبقى انت بتتكلم كمان في دي بي. مع الريسس فاكتور في الانتو دي حصل برضو اجلوتينيشن، يبقى انت بتتكلم في البلاد جروب دي مين؟ بوزيتيف ريسس فاكتور. يبقى البلاد جروب دي هتقول لي اي بي بلس اللي هي الاي بي بوزيتيف ريسس فاكتور. طيب لو جينا في حالات ثانيه، احنا كده دي التجربه اللي احنا عملناها، وعينه الدم اللي معانا طلعت خلاص اي بي بوزيتيف، دي العينه اللي معانا. لو جينا في حالات ثانيه بقى نشوف الحالات الباقيه بالمره. بص كده. طيب نيجي نبص بقى في الحاله دي، انت كان عندك برضو 3 نقط من بلاد سامبل ما تعرفش البلاد جروب بتاعتها. جبت الاول نقطه حطيت عليها انتي اي، والثانيه انتي بي، والثالثه حطيت انتي دي بتاعت الريسس فاكتور. الاجلوتينيشن فقط حصل مع النقطه الاولى اللي هي مع الانتي اي، يبقى انت بتتكلم بلاد جروب دي اي. وحصل اجلوتينيشن مع الريسس فاكتور، يبقى انت بتتكلم البلاد دي مين؟ اي بوزيتيف. طب بص هنا في الحاله الثانيه، انت بتتكلم دلوقتي حصل اجلوتينيشن مع الانتي اي بس، والباقيين ما حصلش حاجه، فبالتالي دي هتقول لي اي نيجاتيف. بص الحاله الثانيه، هنا في الحاله دي برضو 3 نقط ما تعرفهاش. مع الانتي اي ما حصلش حاجه، مع الانتي بي حصل اجلوتينيشن، ومع الانتي دي حصل اجلوتينيشن، فالبلاد جروب دي فصيلته مين؟ بي بوزيتيف. طب لو حصل الاجلوتينيشن بس مع النقطه بي والاي والدي اللي هو بتاع الريسس فاكتور ما عملش حاجه، يبقى الراجل ده مين؟ بي نيجاتيف. بص الحاله اللي جايه، هنا في الحاله دي حصل اجلوتينيشن، لسه دي اللي احنا عملناها في المعمل عندنا دلوقتي. حصل اجلوتينيشن مع الاي الانتي اي، واجلوتينيشن مع الانتي بي، واجلوتينيشن مع الانتي دي، فالراجل ده فصيلته مين؟ اي بي بوزيتيف. طيب لو حصل اجلوتينيشن مع الانتي اي والانتي بي بس، والانتي دي ما عملش حاجه، يبقى البلاد جروب هنا مين؟ اي بي نيجاتيف. بص الحاله اللي جايه، هنا لو ما حصلش اجلوتينيشن مع الانتي اي وما حصلش اجلوتينيشن مع الانتي بي، يبقى انت بتتكلم البلاد جروب دي هتكون مين؟ او. طيب وحصل اجلوتينيشن مع الريسس فاكتور، يبقى انت بتتكلم في مين؟ في الاو بوزيتيف، لان الاجلوتينيشن حصل هنا مع الانتي دي بتاع الريسس فاكتور. وهنا برده نفس الكلام، مع الاي ما حصلش اجلوتينيشن والبي ما حصلش اجلوتينيشن، فبالتالي البلاد جروب دي او. وما حصلش اجلوتينيشن مع الانتي دي، يبقى البلاد جروب دي مين؟ او نيجاتيف. اتمنى يكون الموضوع اتفهم بصوره احسن من المحاضرات اللي كانت ثيوريتيكال شويه، فقدرنا ان احنا نوصل بس موضوع الانتي اي والانتي بي والانتي دي. لو عندك اي كويشن او حاجه ممكن تبعته لنا، بس لازم يا دكاتره الجزء ده مهم جدا تفهمه، لان الاسئله اغلب الاسئله اللي احنا حاطينها على الجزء بتاع البلاد جروب والكلام ده كله معتمد على الميكانيزم دي. وربنا معاكم ونشوفكم على خير ان شاء الله.